فتبسم، فإن هناك من يحبك ويسمعك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك وينصرك، إنما هو الله. والله إن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فوحدوا الله رب. ودخيلي. أما نساء مصر فيكفي المصريات فخرا وعزا وشرفا أن سيد الأنبياء محمدا عليه الصلاة والسلام كانت جدته هاجر مصرية، وأم ولده مارية مصرية. ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما لامرأة مصرية ولابنها هاجر وابنها إسماعيل. ويكفي المصريات فخرا أن هاجر المصرية لما سعت ما بين الصفا والمروة خلد الله تعالى فعلها، وأمر الله تعالى الأنبياء وسائر الأولياء والحجاج والمعتمرين بأن يسعوا كسعيها. ويكفي المصريات فخرا أن أم موسى عليه السلام مصرية، وأن آسية امرأة فرعون مصرية التي قال الله جل وعلا عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ويكفي المصريات فخرا أن المرأة الصالحة التي كانت ماشطة لبيت فرعون كانت مصرية. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لما كان الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. رواه الحاكم وصححه. أيها الناس، إن أهل مصر هم من ألين الناس تعاملا وأحسنهم أخلاقا وأدبا. قال تاج الدين الفقه من عاد. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي وشفيعي يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أديت الأمانة، أديت شرط الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي يا رسول الله. يا رب يهديكم يا أولادي ويكتبها لكم، يا رب يهديكم ويكتبها لكم ويسعدكم. وانت يا فاطمة يا بنتي يرزقك ويفرحك ويخلي لك ولادك ويسعدك ويهنيك وينصرك على من يعاديك يا بنتي الحق جاه النبي. يا رب ينصرك على من يعاديك، يا رب يخلي لك ولادك ويهدي لك حالك، وفرحة قريبا يتعجب لها أهل السماوات والأرض. وانت يا كريم يا ابني يرزقك ويسعدك ويهنيك واشوفك حاجة كبيرة قدام عيني ويخليكوا ليا يا ولادي واشوف فيكوا أحسن الناس. يا رب خليك ويديك ويرزقك ويكفيكوا شر. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالضر مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. عايزة أشكر وأنا بطوف طوفة الوداع النهاردة الحاج هاني رواش. ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير يا رب على اللي انت عملته معانا. بصراحة مش هقدر مهما اقول ومهما اعيد مش هقدر اوفي اللي انت عملته معانا. بصراحة كل حاجة كانت متاحة لنا والحمد لله، ان كان من سكن او من عمرة الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا على كل اللي انت عملته معانا. ربنا يبارك لك يا رب ويديك العافية والصحة. الصلاة